السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير. سمحوا لي الاضاءه شويه ناقصه، جيتكم بهذا الفيديو اللي قلت غنديرو في اخر لحظه. البنات بزاف في الفيسبوك كيسولوني على شي ماسك طبيعي للشعر وفي نفس الوقت مغذي، زعما ينفع اللي شعره جاف اولا الشعر مسبوغ، الشعر اللي كيتقرد. المهم راه تقريبا كيعالج كاع مشاكل الشعر. واهم عنصرين اللي خاصهم يكونوا متوفرين هي لافوكا وزبده الكاريتي ولا زبده الشيا، على حسب كل واحد شنو كيسميها. كما كتعرفوا تقريبا اغلبيه الشامبوانات الزيوت المعالجه هو مثلا اللي كياخذوا من زيت الافوكا، زيت الشيا، زيت الكوكو. هادو من الزيوت اللي كتعالج واللي كيستخدموها في بزاف ديال الشامبوان والماسكات ديال الشعر، الكريمات. تقريبا اش غنقول لكم في كاع سميتو اغلبيه الحاجات اللي غادي توزوهم شامبوانات ولا كريمات ديال الشعر غادي تلقاو هاد العناصر متوفره فيهم. وجبت لكم واحد النماذج باش تشوفوهم، باش تعرفوا الماسك ديالنا كيفاش مغذي وزعما راه احسن من كاع الكريمات. هو طبيعي ولكن الفوائد اللي فيه راه ما يمكنش تخرجيهم من الكريم. مثلا كاين هذا الكريم وهو غالي، انا ما عرفتش، يمكن كيسوى شي 12 اورو هنايا، شي 120 درهم. وحتى هو بالشيا، شفتوها الشيا بوتر، ما عرفتش يمكن كتبان في الكاميرا مقلوبه حيت كنخدم بالكاميرا القداميه. شيا بوتر ياك، وهي هي اللي خادمين بها الماسك. ولكن صدقوني وعاد كيكونوا فيهم مواد كيماويه، هذا ما غاديش يعطينا نفس النتيجه اللي عطاه لنا ماسك طبيعي، يعني الطبيعي احسن. والشامبوانات مثلا هذا الشامبوان اللي وراه معروف في المغرب كيديروه بزاف، حتى هو راه زعما مخدوم بلافوكا والشيا بوتر، زبده الكاريتي سمحوا لي. غارني حتى هي عندها لي برودوي. الا جيت زعما نعدد لكم الشامبوانات ال سيف، الا جيت نعدد لكم هم كاملين كيخدموا بالشيا بوتر والزيت الافوكا، يعني الزيوت هادو هما الزيوت المغذيه او الزيوت المعالجه كما كيسميوهم. داكشي علاش انايا قلت غنوريكم نشارك معكم الماسك ديالي اللي قلت لكم علاش انا ما كنتش معول على التصوير في اخر لحظه. هذا الماسك هو اللي كنستعملو انا دائما. دابا لقيتوني غندخل الدوش وشفت الميساجات ديال البنات وقلت علاش لا نشارك معكم الماسك ديالي، ما فيها باش نقول لكم انا كيفاش كنخدم الماسك ديالي وشني كنحتاجو فيه. الماسك ديالي كناخذ فيه واحد افوكا على حسب الطول ديال الشعر، كان شعري طويل. واحد الافوكا وواحد المعلقه كبيره ديال زبده الكاريتي ولا زبده الشيا، وواحد المعلقه كبيره ديال زيت الكوكو. غنديرهم في حمام مريم يذوبوا، ندوبهم البنات في حمام مريم. وكناخذ واحد المعلقه كبيره ديال زيت جنين القمح، شفتوا البنات واحد المعلقه. هذا هو الماسك المعتمد عندي سنين زعما الصراحه البنات. اش غنقول لكم النتيجه الروعه. كناخذوا كسر اويل اللي هو الزيت الخروع، حتى هو واحد المعلقه كبيره. بينما دابت لي الزبده الشيا والكوكو الاولي. غادي نقول لكم ها هي زبده الشيا، حاولوا تاخذوها اصليه تكون 100% ناتوريل، فهمتوا؟ والريحه ديالها هي راه كيكون اللون ديالها هكا البنات، شفتوا شويه صفراء والريحه ديالها شويه مجهده، الريحه ديالها ماشي زوينه. هذه الاصليه. انا سمعت بزاف ديال الافارقه كيجيبوها، بزاف الناس كيبيعوها في الانترنت. البنات اللي كاينين في هولندا، الا رجعتوا الفيديو ديالي ديال كراود فات غادي تلقاو فيه. انا دخلت فيه شي 3 المحلات، غنعاود نقول لكم دخلت 3 المحلات ووريتكم فين كيتباع زبده الشيا وفين كيتباعوا الزيوت ديال الشعر.
كاينين وشنو هما الانواع اللي كاينين، راه كاينين بزاف. هذا مثلا كناخذو من ديك الحانوت ديال الناتور دي تاون، دابا راه بدلات السميه، نسيت السميه دابا اللي ولات عندها. المهم راه حتى هي في الفيديو غادي تشوفوها، الا رجعتوا للفيديو غتلقاوها. وكوكونت اويل راه كناخذ بيو 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 لانه هو احسن من العادي. المهم حتى العادي ماشي مشكل. والبنات اللي ما عندهمش هاد الزيوت راه تقدروا تاخذوا غير زيت لافوكا، غير لافوكا، وديروا معاها زيت الكوكو، وديروا معاه زيت العود، تقضيو به، اولا اي زيوت عندك متوفره في الدار راها ماشي مشكله. فهمتوا البنات؟ يعني ماشي ضروري تاخدي هاد الزيوت. اللي قدرات من المستحسن تاخذ هاد الزيوت، راه زعما الصراحه البنات اش غنقول لكم، النتيجه راه كتكون روعه. لا البنات ما قدراتش تاخذ، واخا تاخذ غير لافوكا، شتي تاخذ لافوكا طيبه، تمشي عند هذوك مالي الكرارس ولا شنو، زعما على قد الحال حنا راه نتماشاو، اللي عنده راه كنتمشاو معاه على جهدو، واللي ما عندوش كنتماشاو معاه على جهدو، ماشي مشكله. البنات اللي ما قادينش خذوا غير لافوكا وزيت العود وديريها ماسك لشعرك. واحد النصيحه يا البنات راه دائما كنقولها وكنتمنى تاخذوها، الماسك عمره ما يدار على شعر موسخ. الماسك ما يمكنش يدار على شعر موسخ، راه ما غتلقاوش فيه الفائده. الماسك دائما يا زيوت يا ماسك يداروا في الشعر نقي. واش الجلده كتكون عامره بالزيوته والشعر تا هو كيكون اصلا مغلف كله بالغبره والوسخ، الا ما مغسلوش واحد 3 ايام ولا 4 ايام راه الشعر كيكون، واخا نتوما ما كتشوفوهاش، ولكن الا درنا لها ميكروسكوب راه غتبان لينا عامره بسميتو، عامره بالغبره، الشعر مغلف بالغبار. وعاد حيت كيكون هو اصلا كيتزيد، حتى اللي كدير اللي شعرها ناشفه كدير الزيت كيجر لها الغبابر، واللي شعرها ميدم راه كيجر الغبابر، واللي تا اللي عادي راه كيجر الغبره. البنات انا كنصحكم القاعده اللي كنمشي بها حياتي كامله وعندي النتيجه، وراها زعما، وغادي تقدروا تشوفوا حتى فيديو ديال الروتين العنايه بالشعر المجعد، درتو للشعر ديال ولدي، درت فيه عليه فيديو حتى هو كاين في القناه. المهم البنات اللي بغيت نقول لكم، مثلا انا نغسل شعري اليوم ياك، ومنين شاف في العشيه غادي ندير له الماسك الغد ليه ياك، الغد ليه غندير له الماسك، ضليبيه وشقاي وجمعي دارك وكملي وغطيه بشي بوني. ومن بعد مني تقربي تغسليه باش الجلده تنفس، واحد ساعات الماء ما قبلتوش، نخلي الشعر محلول ومقبط بالمقبط صافي، هي هذيك. ومن بعد ندوش الشعر يكون نقي، باش الزغبه كتمتص الفوائد ديال الماسك، الجلده حتى هي كتمتص الفوائد ديال الزيوت. الا بغيتو نتيجه البنات، هذه هي النصيحه ديالي، ما ديروش الماسك على شعر موسخ، سواء حمام زيت ولا حمام كريم ولا ماسكات، ما يداروش على شعر موسخ، ما كيعطيش نتيجه مزيانه. احسن تاخذوه على شعر نقي. المهم البنات انا دوبت كما كتشوفوا، ما عرفتش واش باين لكم. المهم كما كتشوفوا انا دوبت المعلقه ديال زيت الكوكو مع معلقه كبيره ديال زبده الشيه، وغادي نكبهم فوق الخليط ديالنا كما قلت لكم، اللي فيه معلقه ديال زيت جنين القمح ومعلقه ديال زيت الخروع، راه هذا وواحد لافوكا طيبه. المهم انا درت جوج صغارين، تقدروا ديروا وحده كبيره على حسب طول الشعر، انا شعري شويه طويل فانا كنحتاج هذا القياس. ممكن تاخذوا حتى قل. سمحوا لي وقفت الفيديو، ولدي كان جاي داكشي علاش اضطريت نوقف الفيديو. المهم هذه سخونه شويه، انا غادي نخلطو كما كتشوفوا. المهم عينك ميزانك على حسب شعرك، ممكن يقدك غير معلقه صغيره معلقه صغيره، وإلا شعرك طويل راه اولا قوي راه غادي يخصك كثر. فهمتوا البنات؟ غادي نخلطها مزيان ياك، غنرجع نخلطها مزيان وغنتسناها شويه حتى تبرد، وغادي نديرها لشعري ونعمل له واحد البوني. فهمتوا البنات؟ وغادي نخليه حتى نبغي ندوش، وغادي ندخل ندوش. المهم كما قلت لكم اهم حاجه هو شعركم يكون نقي. والبنات حفاكم في اخر الفيديو، البنات اللي كنطلبوني على الوصفات لزياده الوزن والوصفات للتنحيف، راه كاينين الوصفات في القناه، راه خصكم غير ترجعوا للفيديوهات اللور، راه كاينين الفيديوهات، وحتى الماسكات للوجه راهم كاينين في القناه تقريبا، راه كاينين بزاف الفيديوهات ولكن ما تشافوش لان نسبه المشاهده عندي شويه ضعيفه في القناه. كنطلب منكم البنات ترجعوا تشوفوا الفيديوهات القدامين، وما كرهتش البنات تشجعوني
بلايك وابوني، تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع العائلات ديالكم باش هكا القناه ديالي تكبر ونزيد نفيدكم بالوصفات اللي انا استفدت منهم في الحياه ديالي. وان شاء الله نلقاكم على خير والى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله.